السلام عليكم. تعالوا كده ان شاء الله النهاردة هنعرض لحضراتكم مجموعة من الحمام للبيع. المجموعة كلها بصراحة فوق الممتازة. بعض الناس طلبت مني ان انا اقول الاسعار، وفي فئة تانية من الناس بتقول لا بلاش تقول الاسعار، فانا حبيت النهاردة اقول الاسعار عشان الناس اللي بتسمع الفيديو ويعجبها الحمام تكون تتواصل معايا على اساس ان هي عارفة الاسعار. بس قبل ما اقول الاسعار حابة اقول كلمة بما يرضي الله. الحمام انواع وسلالات، وكمان بيبقى زيه زي اي حاجة في الدنيا بيكون فيها الغالي والرخيص، عشان بس الناس تكون عارفة. الحمام الاستيراد غير المحلي غير الانواع المستويات العالية، كله بيكون على حسب مستوى الحمام وعلى حسب الاهالي هي نوعها ايه بالظبط، بيكون الحمام رخيص او غالي. خلينا كده نسمي الله ونبتدي مع اول جزء معانا. الجزء اللي معانا ده جزء حمام يعتبره، يعني طبعا الناس لازم أن تكون عارفة يعني ايه زغاليل، ويعني ايه حمام شبابات، ويعني ايه على وش شغل. اللي حضراتكم شايفينه ده دي زغاليل معتمدة على نفسها. زغاليل معتمدة على نفسها للتربية غير الزغاليل دي الأكل. الزغاليل اللي بتكون معتمدة على نفسها بتكون كبرت بتطلع وبتنزل وخلاص، بتكون كبرت في الحجم وفي الشكل وفي كل حاجة، فبنقدر ان احنا نخرجها لأي حد حابب ان هو يربي جوز حمام كويسين فبندهم له. اما بعد كده الجزء اللي بعد كده جزء من الحمام الرومي المستويات الكويسة جدا. جزء من الحمام الرومي المستويات انا حابة اقول ان هو من المستويات العالية. الجزء ده برضو يعتبر زغاليل معتمد على نفسها. زغاليل معتمد على نفسها لان احنا لما بنيجي بنخرج حاجة تاخدها عندك ما اما تيجي مثلا في المواصلات او حاجة ما تتبهدلش، تقدر ان هي تقاوم. وانا الزغاليل اللي بطلعها من عندي بأمانة بتكون كبيرة، يعني ممكن تكون دخلت في مرحلة الشبابات، لكن انا عشان ارضي ربنا واكون مطلعة حاجة واثقة ان شاء الله ان هي حاجة كويسة، بقول ان هي زغاليل لمجرد ان انا اهتم بيها. كل الزغاليل اللي عندي كلها تأكيل اهالي، مفيش اي تدخل يدوي لا من بعيد ولا من قريب. كل الاهالي بفضل الرحمن بتلحم العيش في العيش. حاجة كويسة لو لاحظتم معايا هتلاقوا هنا نقدر بكل سهولة نميز الذكر عن النتاية. الذكر ما شاء الله سقط ريش، وكمان النتاية سقطت ريش، ومع ذلك بقول زغاليل معتمدة على نفسها لمجرد ان اللي بياخد الحمام مني ان شاء الله يدعيلي. الجزء اللي بعد كده جوز زغاليل برضو من الحمام اللاحم الفرنسي البيور. وحابة اقول لحضراتكم لان السؤال ده انا بتسأل عنه كتير جدا. ناس كتير جدا مفكرة ان اللاحم بيكون كيلو، لا مش عارفة 2 كيلو. كل الكلام ده عاري تماما من الصحة. انا قلت قبل كده في فيديوهات ليا ان الحمام اللاحم يا جماعة حجمه مش كبير. الحمام اللاحم الزغاليل بتبقى نفس الشكل اللي حضراتكم شايفينها ديت، مش بتكون كبيرة ولا حاجة. هو بالظبط احنا بنقول على الحمام اللاحم الفرنسي والحمام البلدي الفرق بينهم بالظبط زي ما بتجيب سمنة صناعي، ايا كان بقى المسمى بتاع حضراتكم كلكم عارفين السمنة الصناعي وانواعها، وبالظبط زي ما بنجيب سمن بلدي نضيف نقي من مكان نضيف متأكدين او عارفين جودته. هو ده الحمام اللاحم الفرنسي البيور. الحمام اللاحم الفرنسي البيور في زغاليل بتطلع للأكل وفي زغاليل بتطلع للتربية. زغاليل بتطلع للأكل بتكون لسه ما اعتمدتش على نفسها، لكن اللي بتطلع للتربية بتكون زي ما حضراتكم شفتم تاكل وتشرب وتطلع وتدخل كل حاجة لوحدها. أما دول برضو دول يعني هم دخلوا بصراحة في مرحلة برضو الشبابات من الحمام الكينج ما شاء الله. الكينج البيور ما شاء الله تبارك الرحمن. الأهالي بتلحم العش في العش، ودي الزغاليل بتاعة الأهالي. زغاليل معتمدة على نفسها اعتماد كلي. وزي ما قلت لحضراتكم أنا ممكن يبقى عندي زغاليل فعلا سقطت ريش، بس أنا يعني ممكن نلاقي الذكر سقط ريشة، النتاية سقطت ريشة أو 2، أو ممكن العكس، يعني ممكن يكونوا دخلوا في مرحلة الشبابات. الزغاليل وهي صغيرة لما بتكون لسه لحم بتكون وزنها يعني شوية كبير. لما بتبدأ تدخل في مرحلة الشبابات وتسقط ريش وحاجات زي كده
بتبدأ ان هي جسمها يقل، تبدأ في مرحلة الشبابات يفضل برضه يبقى فيه شوية، لان بتكون كالسيوم وبتكون تظبط هرمونات جسمها، تبدأ تكبر وترجع يعني زي الأهالي لما تبدأ إنها تشتغل مرة واتنين، فبتلاقي الحمام حجمه أخد حجم الأهالي كده. أي نوع حمام أصلي على فكرة بيكون كده، بيكبر تدريجيا. دول جوز برضو من الحمام اللاحم الفرنسي البيور، ذكر إن شاء الله وانتاية. ربنا يبارك إن شاء الله لصاحب النصيب. كل المجموعة مجموعة ممتازة، حمام من أفضل أنواع الحمام، حمام كله يعني بصراحة مستويات كويسة، أهالي بتلحم العيش في العيش، يعني مفيش فيه أي نوع من أنواع الغش في التصوير ولا أي حاجة. وحابة أقول لحضراتكم إن الحمام الكنج بالذات أحيانا عارفين إن الكنج بيكون يعني هجين من جوزين من حمام. أي نوع من أنواع الحمام في الدنيا بيكون أصله تهجين، مش بيكون يعني كده وخلاص، لا، أي نوع حتى الحمام اللاحم بيفضلوا كده يجوزوا جوزين يعني من الحمام مختلفين لحد ما يجيبوا فرد حمام طعم وإنتاج يكون كمان كويس. الجزء اللي بعد كده عرضنا جزء في البداية بالذات يعني عدم تستيف، بس جزء في البداية، وده جزء تاني برضو من الحمام اللاحم الفرنسي، أسفة الحمام الرومي، جزء برضو شبابات من الحمام اللي هو الحمام الرومي أسفة. ما شاء الله مستويات كويسة جدا، أهالي بتلحم العش في العش، مستويات من اللي عاوزة اقول احسن من رائعة. دايما الحمام الرومي بالذات يعني لما بيكون واخد من اصول كويسة او يعني متهجن بتهجينات كويسة، احنا عارفين ان اي نوع حمام زي ما قلت جوزين حمام احنا بنجوز مثلا لو يكن رومي مع روماني، او ممكن نكون يعني دولت ولاد كينج مع لاحم، ما شاء الله واخدين مواصفات الحمام اللاحم، اكيد في الطعم الحلو وان شاء الله في الانتاج السريع، وفي نفس الوقت برضو الحمام الكينج في الحنية، لما يجي يبقى في انتاج عندك هيبقى زغلول حجمه كبير وفي نفس الوقت جسمه كبير، وبرضو انتاجه ان شاء الله يكون كويس جدا. ده كل المميزات اللي ممكن حضرتك تكون بتدور عليها في جوز او فردة حمام. الجزء اللي بعد كده جزء من الحمام برضو اللي هو الشبابات، الحمام اللاحم الفرنسي البيور. حمام اللاحم الفرنسي البيور يعني يعتبر من أفضل أنواع الحمام بصراحة في الطعم. فلما تلاقي يعني الحمام الرومي ده واخد من الكينج وكمان واخد من اللاحم، تيجي تبص تلاقي انتاج سريع مع طعم حلو، بجد تاكل او تربي ان شاء الله وتدعي لنا. ده اخر جزء كان معانا في المجموعة اللي عرضناها النهاردة. ياريت الناس ان شاء الله تتفرج على الفيديو براحتها وتشوف كل حاجة في الفيديو، لو عجبها ان شاء الله الحمام تتفضل تتواصل معايا. حضرتك اتواصلت معايا والحمام ما عجبكش، اتواصل معايا قول لي انا خلاص لغيت ان انا اشتري منك، لان انا يعني ايا ما كانت ظروفك، بس المهم ما افضلش حاجزالك الحمام وحد تاني يسألني اكون حاجزاه ليك وانا مش عارفة.